الموكل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة أمس المتهمة في نازلة شاطئ الجديدة أحيل في حالة اعتقال على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معه حول شبهة الاتجار في البشر وهتك عرض قاصر. بعد الاستماع إلى المتهم أمر قاضي التحقيق بإيداعه سجن سيدي موسى بالجديدة، طبعا في انتظار الشروع في جلسات الاستنطاق التفصيلي. حسن الأحمادي يعود إلى النازلة يستمع إلى أسر الأطفال الذين كانوا ضمن نفس الرحلة. في واضحة النهار وفي شاطئ مكتظ بالمصطفين، زائرتان توثقان لشبهة الاعتداء الجنسي على قاصر. إحداهن ستتصل بعناصر الأمن للتدخل وإيقاف المشتبه به، وهو رئيس جمعية رياضية قادم من البيضاء. كان قد اكترى الشقة بالطابق الثاني بالقرب من ملعب العبد بالجديدة، على أساس أن الشقة مخصصة لثلاثة أشخاص، وهذا واحد من الجيران. وبالنسبه لهاد الدراري هذا ملي كانوا كيدوزوا من حدانا من هنايا، زعما صراحه الله ما شفناش شي حاجه، لا كانوا شي حاجه في الدار داخل الله اعلم. يعني طبيعيين عادي. طبيعيين كيبان لك غاديين للبحر، غاديين كيترينيو صافي عادي. شحال العمر ديالهم؟ وتكون ديك 12 عام 13 عام بحال هكا. 12 عام. شحال من واحد؟ انا المهم شفت مع شي 4 الدراري. هنا بحي أناسيب البيضاء ينشط رئيس الجمعية الرياضية، حيث يقوم بتأطير عدد من الأطفال. ما عمرنا شكينا فيه، الله يعمر. هذا الرجال وعيالات كبار ديما كيشكروا، ما كنا دايرين جروب كلشي كيشكروا. دابا ملي سمعنا الخبر قال لك راه شدوه في البحر دال الدري وداك الشيء، انا ما نعش. انايا على الصباح مشيت جبت ولدي وجيت. كاين اللي عطى 14، كاين اللي عطى 8000، كاين اللي كل واحد انت شحال عطيتي؟ انا عطيت انا 14. شحال المده باش يجلس تماك؟ قال لك المده باش يبركوا 10 ايام. 10 ايام هذه قال لك يتهلا فيهم يخرجهم. هذه اول مره غيدي الدراري؟ لا انا ولدي اول مره، ولكن الاخرين ديما كيمشوا معاه. هذا هو الملعب الذي كان ينشط فيه رئيس الجمعيه، لا يليق حتى بالممارسه الكرويه. انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اثار غضب السكان. التيران اللي كتشوف فيها التيران ديال البياض هذا المطرب هنا، في كان هذا السيد هذا ديال جمعيه ابطال اناسي كيتريني بالوليدات في هذا التيران هذا. اما بالنسبه لهذا النادي هذا راه كيخرجوا خرجه يعني ديال الوليدات، كيديروا واحد كوتيزاسيون وكيخرجوا بعضياتهم، يعني خارج اطار السلطات وخارج اطار القانون. وكنحسوا الوالدين انهم لا يعرفوا لما يعطيو وليداتهم ويديروا السويفي لوليداتهم، خصو يتبعوا الوليدات ديالهم. من جهتها قامت الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي للجديدة بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وقد تم إيداع المشتبه به سجن سيدي موسى بالمدينة في انتظار جلسة المحاكمة. هذا وقد أكد رئيس الجامعة الوطنية للتخييم أن الرحلة التي شهدت واقعة نازلة الشاطئ الجديدة لا تندرج هنا ضمن مخيم منظم أو مرخص له. الأمر يتعلق برحلة استجمام قام بها رئيس جمعية رياضية، حيث اكترى للأطفال وعددهم 19 طفلا شقة بمدينة الجديدة خارج الضوابط القانونية المعمول بها. رئيس الجامعة الوطنية للتخييم تحدث لحسن الأحمادي. وخاصو اولا باش يدير مخيم خاصو ترخيص مع القطاع الوطني اللي هو وزاره الشباب والثقافه والتواصل، وكاينه فضاءات اليوم مزيانه. كان على الاقل هذا السيد هذا يلتجئ الى الجمعيات، ولا يمكن نهائيا ما كانش عنده هذا المشروع البيداغوجي والانخراط داخل الجامعه ورخصه ان نعتبروه مخيم. وحنا كنصحوا الراي العام حسب ما راج، فلا علاقه له هذا اصلا بالمخيمات الصيفيه، وهذا يشكل خطرا وضررا اولا على المخيمات وعلى السمعه ديالها، وخاصه على المخيمات تحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. والقطاع الوطني يقوم بمجهودات جباره، الجمعيات تقوم بمجهودات جباره، الا ان للاسف الشديد لا نقبل مثل هذه السلوكات نهائيا، ولا يمت بصله للمخيمات الصيفيه. ما وقع في نازلة شاطئ الجديدة ما وقع يعيد طرح السؤال الجديد القديم حول مسؤولية الآباء وأولياء الأمور في حماية أطفالهم من ذئاب بشرية تحيط بهم. كيف يمكن لأب أو أم أن يأتمن شخصا غريبا على طفلهما؟ ثم ماذا
عن التربية الجنسية. أسئلة طرحها يونس رفيق هذا الصباح على البيضاويين في روبورتاج بعدسة هشام بهلوان. قضية ما بات يعرف ببيدوفيل الشاطئ خلقت سجالا داخل المجتمع المغربي ليعود النقاش من جديد حول محورية دور الأسرة في خلق مناعة لدى الطفل ضد كل أشكال الاعتداء عليه. وفي خضم هذا النقاش تتجدد أزمة انعدام الثقة. مسألة ثقة، يعني من واحد هذا الوقت هذه ما بقاش الانسان يثق في شي حد. يعني هو الدري معاك او البنت غادي معاك وانت راد ليه البال، ما حسك تصيفطوا مع شي حد اخر، يعني كيما كان نوعه. لا ما تبقاش ثقه، ما تبقاش ثقه. يعني دابا انا هذا السيد انا مدخل عنده ولدي، يعني الا قال لي نخرج ما يمكنش لي نقول ليه لا لا، ما بقاش نقول ليه ديه. يعني ولات الانسان شويه غيولي خاف على ولده، حاجه دابا الصغير خاف قادر يهدو. بالنسبه لهذه الظاهره هذه كنشوف انا المسؤوليه كتبقى على الوالدين اللي كيصيفطوا الوليدات ديالهم مع واحد الناس اللي ماشي مؤطرين اللي معروفين، ماشي جمعيات اللي معروفين، وماشي الناس اللي في المستوى ديال هذا التأطير وهذا المسائل هذه. يكون واحد الحوار، ما يبقاوش هاد بحال مثلا هذوك الكوتي سيكشوال يبقى عندنا دي طابو، يعني نقدروا نهضروا فيهم مع وليداتنا، نناقشوهم شنو اللي يقدر يضرهم، شنو الحوايج اللي خصهم يعرفوها في كاحتياجات ديالهم. ما يبقاش ما بقاوش سادين على هذاك الكوطي. استعمل المشتبه فيه صفته الجمعوية ليفرغ نزواته مستغلا براءة أطفال وشغفهم بكرة القدم، ما يجعل المسؤولية مشتركة بين عديد الجهات. نحن دائما في المرصد نقول إن المسؤولية مشتركة والتربية مسؤولية الجميع، فالأسرة مسؤولة والمجتمع التربوي مسؤول، المدرسة مسؤولة والإعلام مسؤول. اليوم المجتمع المغربي يطالب بتعميق البحث في هذه الحادثة حتى لا تصبح ظاهرة في مجتمعنا. نحن نرفض رفضا باتا أن يستغل أطفالنا لأي سبب من الأسباب. إنزال العقاب بالجنات جزء من الحل، لكن إيقاف الظاهرة لن يتأتى إلا بتضافر جهود كل المتدخلين. حدود مسؤولية الآباء في حماية أطفالهم تطرحه سعاد زيتراوي في نبض المجتمع. أهلا بك سعاد. شاهدنا الروبورتاج، أتفق مع بعض الشهادات التي وردت في روبورتاج يونس رفيق. كاين هناك مسؤولية ديال الآباء لأنهم في حماية أطفالهم. كيفاش نأتمن شخص غريب أنه يدي ولدي لمدة 10 أيام؟ ثم كاين سؤال آخر هو سؤال التربية الجنسية. نعود بالكثير من الأسئلة سناء وبالكثير من الأسف على موضوع اغتصاب الأطفال بالمغرب. تتزاحم الأسئلة ونحن نشاهد فيديو شاطئ الجديدة. لا شيء جديد في الموضوع، فالظاهرة موجودة والمتحرشون والمغتصبون بيننا يحسنون ارتداء القناع. رغم براءة الأطفال ورغم توحش الذئاب حتما تسقط الأقنعة ولو بعد حين، لكن ذلك لا يحدث إلا بعد حصيلة فادحة في الخسائر النفسية والجسدية. فجرح التحرش والاغتصاب يكبر مع الإنسان خصوصا إذا لم يعالج. فيديو شاطئ الجديدة ليس فقط للمشاهدة والتقاسم